السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا بكم. أثار قرار الرباط تعليق اتصالاتها بالسفارة الألمانية ومؤسسات التعاون والتبادل الألمانية بالمغرب العديد من التساؤلات. فما أسباب وتداعيات هذا القرار؟ وكيف ردت ألمانيا عليه؟ وكيف يمكن تقريب وجهات النظر حول الملفات الرئيسية بين البلدين؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيوفي من الرباط نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية محمد عربان، ومن برلين الخبير في العلاقات الألمانية العربية دانيال جيرلاخ. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك أخي محمد عربان. الآن العلاقات تمر في وقت يعني سيء جدا، وطبعا بدأت الشرارة يبدو من مدينة بريمن حينما رفع العلم الصحراء الغربية كما تسمى على مبنى البلدية هناك، وبالتالي أثار الغضب الألماني. هل هذا السبب هو السبب الرئيس لما يحدث الآن بين برلين والرباط وسبب ردة فعل ألمانيا، أم أن هناك أسباب أخرى وتراكمات؟ مساء الخير. توجيه إلى الحكومة وإلى القطاعات الحكومية بأن توقف كل اتصالاتها بالسفارة الألمانية بالرباط وبكل المؤسسات التابعة والمحسوبة على السفارة الألمانية. الأسباب التي صاغها البيان كما يعرف الجميع هي أسباب تعود إلى وجود سوء تفاهمات عميقة في وجهات النظر بين البلدين. وسائل الإعلام والتعليقات والتحليلات أشارت إلى العديد من الأسباب التي قد تكون أحدثت تراكما سلبيا في علاقات البلدين، يبدأونها بعدم استدعاء المغرب إلى مؤتمر برلين، والذي كان عقد بمبادرة ألمانية في يناير 2020 من أجل إيجاد حل سياسي للقضية أو النزاع في ليبيا. وكذلك يضيفون عليها الاستدعاء ألمانيا لمجلس الأمن في دورة اجتماع عاجل بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية بالصحراء. أعتقد بأننا في غياب المعطيات والتصريحات الرسمية لا يمكن لنا إلا أن نبقى في خضم تخمين الأسباب الحقيقية. لقد ذكرتم سيدي الحدث الذي وقع في ولاية بريمن أمام مقر الولاية هناك برفع علم الجمهورية الصحراوية الوهمية، والذي قد نعتبره هنا بأنه عمل مجاني واستفزاز لا حاجة للعلاقات الألمانية المغربية به. العلاقات المغربية الألمانية علاقات أستاذ محمد، خليني أذهب إلى برلين. خلينا أذهب إلى برلين. نعم. ومع دانيال جيرلاخ. أستاذ دانيال، يعني لماذا تريد ألمانيا أن تخسر علاقاتها مع المغرب لأسباب أو حتى لأفعال يعني غير واضحة تماما، مثلا رفع العلم، مثلا عدم استدعاء المغرب لمؤتمر برلين الخاص بليبيا، رغم أن المغرب هو لاعب كبير ومهم في الأزمة الليبية، وأيضا قدم بعض الحلول التي الآن تعيشها الأزمة الليبية. أيضا العالم كله يعترف الآن أو أكثره يعترف بالصحراء أنها تابعة للمغرب، والولايات المتحدة موقفها واضح من هذا الشيء. ما الذي تستفيده ألمانيا من هذا الشقاق والخلاف مع المغرب؟ شكرا جزيلا على استضافتي. غالبا في هذه الأزمات الدبلوماسية قد تختلط على بعض الأمور، وغالبا ما يكون هناك أمور لا ترتبط ببعضها. من منظور ألماني، وأنا أتكلم كألماني،
أتكلم عن ألمانيا علما أنني لست متحدث بهذه الدولة. نعرف أن المغرب دولة مهمة ولا تملك ألمانيا أي انقسامات سياسية مع المغرب باستثناء الصحراء المغربية. نعرف أن لكلا البلدين موقفين متناقضين، ولكن نحن شريكين قريبين. وأريد أن أذكر الجميع بأن ألمانيا وعدت بتوفير الكثير من المساعدات المالية، وصلت إلى 1.5 مليار يوروز للمغرب، ولا أعرف ما إذا سيتم إنفاق هذا التمويل، ولكن نرى أن الشراكة بين ألمانيا والمغرب قريبة تقليديا. ماذا حصل في مركز المبنى المالدية في بريمة وهي ولاية صغيرة أمر غير مهم بالنسبة للحكومة الألمانية وموقفها من المغرب. بحسب قراءتي للموضوع وعبر محادثاتي مع الدبلوماسيين الألمانيين، يوجد بعض سوء التواصل فيما يتعلق ببعض المسائل، ويبدو أنها تتكدس لتصبح نوع من الفضيحة السياسية. ويبدو أن المعلومات بأن الحكومة المغربية لم تعد تريد التواصل مع السفارة الألمانية تم تسريبها إلى وسائل الإعلام لزعزعة العلاقات بين البلدين. هذه ليست قراءتي الخاصة ولكن التحاليل. أعتقد أن الحكومة الألمانية مستعدة لمشكلة دبلوماسية أطول. للأسف لن تنتهي هذه المشكلة غدا، ولكن أتوقع أنهم سيتمكنان من حل المسألة، ولكن سيستغرق الأمر وقتا. طيب أستاذ محمد عربان في الرباط، يعني نحن معلومات المتوفرة لدينا أن الرباط أيضا مقصرة في عملية التواصل مع ألمانيا، يعني وبالتالي المساحة أو الساحة يعني فاضية في برلين لأن تلعب بعض القوى المعادية للمغرب دورا في تصعيد هذا النزاع وتصعيد الخلاف، وأيضا التأثير على الموقف الألماني تجاه أزمة الصحراء ومغربية الصحراء. تفضل. لا أتفق سيدي. أعتقد بأن العلاقات المغربية الألمانية علاقات جيدة، وقد وصفت قبل 3 أشهر فقط من طرف وزير الخارجية المغربي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني مولر، ووصفوها بأن علاقات سيد محمد اسمح لي، لم يقم العاهل المغربي بأي زيارة لألمانيا. آخر زيارة لرئيس وزراء مغربي هو كان إدريس جطو لبرلين في سنة 2006. يعني في فجوة كبيرة جدا، رغم أن ألمانيا شريك، المغرب ثالث شريك لألمانيا تجاري. نعم. وأيضا المغرب يعني يتسلم معونات كثيرة من ألمانيا في مشاريع كثيرة تنموية، وبالتالي من المهم للحكومة المغربية أن تبقى على تواصل مع ألمانيا. ألمانيا لها دور أيضا مهم في الساحة العالمية. فضل. نعم، ما قلته فيه شيء من الصحة، لكن ذلك ليس مؤشر وشرط رئيسي لكي تكون هناك علاقات جيدة. التعاون والاستخباراتي بين المغرب وألمانيا، التبادلات التجارية بين البلدين قد تصل إلى حوالي 3 مليارات ونصف سنويا، وهو رقم مهم، بالإضافة إلى الاستثمارات الألمانية هنا في المغرب، والتي تتجاوز الشركات الألمانية المستثمرة هنا في المغرب 300 شركة. أعتقد بأن غياب الزيارة الرسمية قد يكون مؤشرا على جمود أو برود في العلاقات، لكنه ليس بالضرورة كذلك. فالعلاقات المغربية الأمريكية مثلا على سبيل المثال، لم تكن هناك زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من طرف العاهل المغربي، لكنها في عهد ترامب، لكنها شهدت في آخر ولايته زخما كبيرا وتحولا نوعيا أبان عن وجود اتصالات عميقة قبل تلك الزيارة. يمكن هذا أستاذ محمد، رغم عدم وجود زيارات وتبادلات. لعون أصدقاء المغرب، يمكن عون أصدقاء المغرب هو الذي سهل للمغرب الحصول على اعتراف من واشنطن.
الأساسي هنا سيدي نتحدث عن وجود اتصالات في العمل الدبلوماسي، ما يظهر للعلن في العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدان، كذلك الجزء الظاهري من جبل الجليد. العلاقات الدبلوماسية تشتغل وتخدم وتصنع بعيدا عن وسائل الإعلام وبعيدا عن زخم آلات التصوير. المغرب معروف في تدبيره لسياسته الخارجية بالحكمة وبالرزانة ويفضل العمل بهدوء وبعيدا عن وسائل الإعلام. أعتقد بأن عدم وجود زيارات رسمية بين قادتي القادة السياسيين بين البلدين ليس مؤشرا، لكن أعتقد بأننا من قراءتنا لبيان وزارة الخارجية والذي صدر في شكل توجيه إلى الحكومة وإلى القطاعات الحكومية والذي أخرج هذا السوء التفاهم إلى العلن، أعتقد بأنه موجه وقد يكون وراءه امتعاض أو انزعاج مغربي من تدبير الفيدرالية الألمانية أو ألمانيا الاتحادية لسياستها ولعلاقتها الثنائية مع المغرب. المغرب يريد أن يقطع مع ازدواجية أو تعدد المواقف الصادرة من ألمانيا. تشتغل في المغرب عدة مؤسسات تابعة لأحزاب سياسية ألمانية وبالإضافة إلى السفارة الألمانية والمؤسسات التابعة لها، ونرى هنا في المغرب عدم وجود وحدة وتنسيق في المواقف السياسية والدبلوماسية، خاصة تجاه القضايا الوطنية والقضايا السيادية التي تشغل المغرب. قبل شهر أو شهرين عبر السفير الألماني هنا في المغرب بأنه ألمانيا تدعم وتعترف بأن مخطط الحكم الذاتي ومقترح الحكم الذاتي هو الخيار الوحيد القابل للتحقيق، وأن الرهان على الاستفتاء وعلى جهود الأمم المتحدة في جمع الطرفين وغيرها من الوسائل السياسية لن يكون له جدوى، وعلى العالم أن يعي بأن هذا المخطط هو الوحيد القابل لأن يجعل من هذه المنطقة منطقة أمن وأن ينهي مع هذه النزاعات المفتعلة. بالمقابل نجد بأن ممثلة ألمانيا في الأمم المتحدة في مجلس الأمن دعا بشكل غريب ومفاجئ المجلس الأمن إلى اجتماع عاجل لمناقشة قرار سيادي اتخذته دولة ذات سيادة هي الولايات المتحدة الأمريكية باعترافها بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، في خطوة تفاجأنا هنا في المغرب بها اعتبارا إلى أن معرفتنا بألمانيا على مستوى سياستها الخارجية معروفة بحيادها الإيجابي وبدعمها للحلول السلمية والحلول السياسية بغية تحقيق الاستقرار، وهو الشرط الأساسي لتحقيق التنمية والازدهار. وبالتالي هذه الازدواجية وهذا تبادل الأدوار أو تعدد الأدوار من طرف الفاعلين السياسيين والدبلوماسيين الألمان شعر معه المغرب بانزعاج، وبالتالي أرسل هذه الرسالة والتي مفادها بأننا ننتظر جوابا رسميا من وزارة الخارجية المغربية بغية توضيح كل هذه النقاط حتى نمر إلى تعليق الاتصالات والعلاقات الثنائية على كافة المشاهد أنها بيان خرج من الوزارة، هو تسريب خرج للإعلام وليس بيان رسمي صادر. لكن دعني أذهب إلى نحن نعتبره بيانا لأنه لم يصدر أي تكذيب من وزارة الخارجية المغربية. سرب أو تم تسريبه، فنحن نتعامل معه لأنه بيان موجه إلى الحكومة. وأخبرك سيدي بأن جميع المؤسسات الألمانية المعنية بهذا الموضوع قد قامت بمراسلة جميع المنظمات التي تشتغل معها في المغرب، وقد أخبرتها بأنها تجمد اتصالات معها إلى غاية صدور بيان جديد من وزارة الخارجية. خليني أذهب إلى برلين نسمع رأي الأستاذ دانيال جيرلاخ. أستاذ دانيال، أنت سمعت يعني الأستاذ محمد رمى الكثير من النقاط المهمة في العلاقة ما بين ألمانيا والمغرب، هي نقاط مهمة جدا، وهناك هذا التسريب أو هذا البيان الذي لم ينفى يدل على أن هناك فجوة كبيرة، يدل على أن المغرب يضغط للحصول على شفافية في العلاقة. موقف الألماني هل هو، وهناك تساؤل وهنا هذا يطرح في لو سمحت لي بس يطرح في المغرب على أن العلاقات الألمانية المغربية تتأثر بقوة أو ضعف العلاقات المغربية الفرنسية، وأن هناك تنافس بينهما بين فرنسا وألمانيا في تدعيم هذه العلاقة وفي التواجد في الشاشة المغربية السياسية. تفضل.
لا أعتقد أن التنافسية الفرنسية الألمانية تلعب دورا في هذا المجال، ولكن نحن نريد معرفة كم هو الاتحاد الأوروبي متسق في دعم ألمانيا في هذه المشكلة الدبلوماسية، ولكن المشكلة ليست بين فرنسا وألمانيا. حين نتكلم عن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا، علينا أيضا تسليط الضوء على بعض الامتعاض الذي حصل العام المنصرم، وبحسب تقييمي أن الحكومة المغربية أخذت هذا الموقف بشكل شخصي. حين قررت إدارة ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ذكرت ألمانيا هذه المسألة أمام مجلس الأمن الأممي، وقالت إنها لا توافق على هذا القرار وأنه لا يمتثل مع القوانين الدولية. في الوقت عينه حين تطرقت إلى هذا الموضوع، جنوب أفريقيا الجنوبية هي من أكثر داعمي الاستقلال الصحراء الغربية، ولكن لم يتلفظوا بكلمة هذه الدولة. ونعرف أن ألمانيا هي التي عارضت هذا القرار، وقلنا أننا نعترف بالقانون الدولي وأنه لا يمكن حل هذه الأمور بأحادية وليس فقط باعتراف أمريكي، ولكن يجب حله من قبل المجتمع الدولي. مهما كان رأينا بهذا القرار، أعتقد أن المغرب اتخذ هذا الموقف بشكل شخصي. يوجد بعض المسائل الخفية التي لم يكن تكلم عليها والذي حصل في المجال القضائي. يوجد بعض المسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان، وكانت الحكومة الألمانية قد ذكرت هذه المسائل وضمتها إلى جدول الأعلام كما فعلته منظمات غير الحكومية الألمانية، ولكن لم يسعد ذلك المغرب لأنها اعتبرت أن ذلك تدخلا بالسياسة المغربية. دانيال، اسمح لي مقاطعتك في نقطة مهمة يعني حقوق الإنسان. المغرب هو من أفضل الدول العربية في تطبيق لوائح حقوق الإنسان والإعلان الدولي لحقوق الإنسان. المغرب لديه ديمقراطية وانتخابات وأحزاب تحكم ومعارضة، ولديه شفافية أيضا في هذا المجال. يعني لم يبقى إلا المغرب حتى تأتوا. يعني ألمانيا ساءت علاقتها مع دول عربية عديدة تحت ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن أن يعني تسوء هذه العلاقة مع المغرب الذي يتمتع بما هو أكثر من غيره من الدول العربية، فهذا يعتبره العرب ابتزاز واستعمال لمسألة حقوق الإنسان لمصالح دول معينة ودول غربية، ونظرة الغربي المتعالية تجاه الدول العربية جميعها. إذا المغرب لديه مشكلة في حقوق الإنسان فهذه صراحة مشكلة كبيرة جدا. بالعكس يجب عليكم دعم التجربة المغربية بدلا من هذا السوء في العلاقات وهذا الترصد للمغرب. أيضا أمر آخر، وجود اليساريين داخل الحكومة الألمانية يبدو أنه وراء هذه الدعاوى. تفضل. أنا لست هنا للتكلم عن حقوق الإنسان بالمجمل، ولكن أردت أن أذكر أن هذه قضية لا تزال دائما مذكورة على جدول الأعمال في المساعي الدبلوماسية. وفي ألمانيا كانت هناك بعض المقالق أو القلق القضائي بشأن بعض انتهاكات لحقوق الإنسان، وبالطبع هذه المسائل غالبا ما تذكر في الفضاء الدبلوماسي. أنا هنا لا أتكلم إذا يجب أن تكون حقوق الإنسان ضمن المساعي الخارجية، ولكن لن تمكن من فعل ذلك اليوم. ولكن أحاول أن أفسر لكم أن هذه قضية تسمح لنا أن تضغط على العلاقات الثنائية بين ألمانيا والمغرب، ولكن في الوقت ذاته أود أن أكرر ماذا قلتموه. اعترفت ألمانيا بأن المغرب تعتبر بدولة آمنة حين يتعلق باللجوء. المغرب على عكس تونس هي ليست دولة، حيث هناك بعض المعاناة السياسية أو اضطهاد سياسي، وبأن شخص مغربي لن يكون يحصل على أي لجوء في المغرب في ألمانيا عفوا. يبدو أن ألمانيا اعترفت بتحسين وضع حقوق الإنسان في المغرب، ولكن حين يكون بعض التوترات السياسية يتم التكلم عن هذه المسائل، وبإمكاننا نتطرق بتفاصيل عما يحصل فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب والتعاون بين ألمانيا والمغرب، بالإضافة إلى مسائل حقوق الإنسان المتعلقة بهذا الموضوع. نعم. أستاذ محمد عربان في الرباط،
هل يعني تؤيد القول بأن الذي يحدث الآن بين ألمانيا والمغرب هو دائما أو ضمن سلسلة إعطاء الدروس من الدول الغربية للدول العربية والتعالي عليها في هذه المجالات، أيضا التدخل في شؤونها الداخلية؟ وكما رأينا واشنطن والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية يقول أن المشكلة الصحراء الغربية هي مشكلة مغربية، يعني داخلية مغربية، وليست كما كانت تقول واشنطن مشكلة إقليمية. وبالتالي هذا يعني أن ألمانيا تريد أن تنفرد لوجود يساريين داخل الحكومة اليسارية وتأثير اليساريين، تنفرد بموقفها عن الولايات المتحدة. هل تؤيد هذا الرأي؟ تماما. أعتقد بأن تدبير المغرب لقضية الصحراء شهد مؤخرا عدة تحولات نوعية كان محورها هو جلب تأييد قوى كبرى لطرحه لحل قضية الصحراء. الحديث المسؤول الأمريكي الذي ذكرته بأن قضية الصحراء هي قضية مغربية، أعتقد بأنه هو استمرار لهذا التحول الأمريكي على سبيل المثال في التعاطي مع قضية الصحراء، وسيتبعه تحولات أو تتبع تحولات أخرى في مواقف دول كبرى. والمغرب يسير بثقة وببطء اعتمادا على حقائق التاريخ واعتمادا على مشروعية مواقفه وعلى حسن تدبيره الدبلوماسي لهذه القضية. يسير في اتجاه حل نهائي لهذا النزاع المفتعل بناء على تصوره الذي طرحه والذي لقي إعجاب ودعم العديد من القوى وحتى من طرف منظمة الأمم المتحدة. بالنسبة لضيفك الكريم من ألمانيا، أعتقد بأنه نسي أو تناسى بأن زمن وصاية الدول الكبرى على الدول الصغرى بين قوسين أو وصاية دول مركز على دول محور، هذا زمن قد انتهى. ويتكلم عن دولة اسمها المغرب، دولة ذات سيادة، وبأن هذا الخطاب خطاب الابتزاز الحقوقي وخطاب حقوق الإنسان والوصاية على الشأن الداخلي تحت مبرر حماية حقوق الإنسان وغيرها من المبررات، هذا خطاب قد ولا يليق بدولة كألمانيا بتاريخها وبفلاسفتها وبعلمائها وبما ركمته من رصيد حيادي على مستوى تدبير سياستها الخارجية أن تتلفظ بهذا الكلام، وهي التي طالما اشتكت من تدخل قوى كبرى في قضايا وطالبت بحياد هذه القوى وبدعم الحلول التي تنبثق من ساكنة تلك الأزمات أو من شعوب تلك الأزمات لا من الخارج. بالنسبة لحقوق الإنسان، أعتقد بأن ضيفك يشير إلى آخر تقرير نشرته منظمة حقوقية تسمى ترانسبارنسي، وقد وجهت فيه بعض الاتهامات غير المسندة بدلائل إلى الوضعية الحقوقية في المغرب، واتهامات لم تستطع أن تأتي بدلائل حقيقية وواقعية لدعمها. وهناك تساؤلات في المغرب حول هذا السلوك العدائي المجاني لهذه المنظمة، وتساؤلات أخرى ربطت بهذه الأزمة مع الدولة الألمانية حول جنسية رئيس هذه المنظمة وحول مساهمة ألمانيا الكبيرة في هذه المنظمة والتي تصل إلى 60% من ميزانية هذه المنظمة. أستاذ محمد نسائل معها حيادة هذه المنظمات وحيادة ألمانيا. موضوع المنظمة غير منفيض. بالمقابل واعذرني فقط اعذرني فقط أنا ما عندي وقت فقط سيدي اعذرني. بالنسبة لنا هنا في المغرب فنحن نسائلهم بالمقابل عن دعمهم للإرهاب وعن احتضانهم لمطلوبين بالإرهاب من طرف المغرب. طيب خلينا نشوف سنوات بترحيل متهمين بالإرهاب وهم يرفضون. في العلاقات الألمانية العربية دانيال جيرلاخ، سمعت ما قاله الأستاذ محمد حبان، لكن خلينا عشان احنا ليس لدينا وقت طويل، لكن كيف ترى الحل في هذه المعضلة؟ كيف يمكن ترطيب العلاقات وحل الخلاف بين برلين والرباط؟ تفضل.
يعمل الدبلوماسيون على تحسين العلاقات بين الدول، علما أن بعض هذه الدول تملك مصالح وآراء مختلفة. لا يعمل الدبلوماسيون على أن تسوء العلاقات بين الدول، لذلك على الدبلوماسيين أن يعوا أن دورهم هو التأكد من أن العلاقات حسنة حتى لو كان هناك بعض اختلاف في الآراء. نملك علاقات جيدة مع إسرائيل على الرغم من أننا لا نتفق مع إسرائيل فيما يتعلق ببعض المسائل من حيث القانون الدولي. لذلك من الطبيعي أن يكون لدينا علاقات جيدة مع دولة، وأن يكون لدينا انتقادات أو آراء مختلفة فيما يتعلق ببعض المسائل، ولا يجب أن ينفجر الوضع كلما شعرنا بأننا أسأنا في دورنا الدولي. إذن علينا أن نتروى وأن نركز على القضايا الأساسية، وهذا ما ننصحه في هذا الموقف. ويجب أن لا ننسى أن لألمانيا والمغرب بعض الأهداف المشتركة وبعض التحديات المشتركة التي تتعلق بالإرهاب، التغير المناخي، مكافحة الفقر والكثير من القضايا الأخرى. بالتالي عليها أن تركز على هذه القضايا وليس أن تكون حساسة لبعض المسائل وكلما كانت هناك بعض الانتقادات. هذه هي نصيحتي. أنا لا أتحدث باسم الحكومة الألمانية، وأنا أهتم كثيرا بالمغرب وأعتقد أنها دولة مهمة جدا لنا، ولكن علينا أن نعمل معا لتخطي كل هذه القضايا. نعم. طيب أستاذ محمد عربان، أيضا نفس السؤال، كيف وبسرعة لو سمحت لأن ليس لدي وقت، كيف يمكن